أهلا بيكم في قناة ويكيبيديا المشاهير، موسوعة أخبار النجوم المشاهير وفيديو جديد. قبل ما نبدأ الفيديو اللي معانا فضلا وليس أمرا، اللايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعيل الجرس للكل عشان يوصلكم كل جديد فيديوهاتي، ونصلي على الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم في التعليقات وندخل في الموضوع. في لقاء صريح وعفوي فتحت المطربة المصرية بوسي قلبها واتكلمت عن محطات صعبة في حياتها الشخصية وزواجها وحياتها المهنية، ما دفعها إلى البكاء على الهواء، وتطرقت إلى معاناتها بعد وفاة والدتها عندما كانت تبلغ من العمر 16 عام. وفي لقاء أمس الجمعة على فضائية المشهد قالت بوسي: حياتي الأولى كانت في قمة السواد والتعاسة، كل حاجة وحشة شفتها في الحياة دي يا إما كنت هنتحر وأموت كافرة أو أقتل، بس ربنا رحمني من عنده. ووصفت بوسي زواجها الأول بأنه كان كابوس، وقالت: كنت في قمة السواد والتعاسة ووصلت لمرحلة فكرت فيها الانتحار عشان أخلص من العذاب، يا كنت أموت نفسي وأموت كافرة أو أموت حد، ربنا رحمني وعديت المرحلة دي. وقالت إن زواجها استمر 8 سنين، مشيرة إلى إن زوجها كان يدفعها لأن تظهر بملابس كاشفة في المناسبات، وقالت: كنت قرفانة من اللي بلبسه. وأكدت إنها كانت بتتعرض لنظرات قذرة بسبب ما ترتديه من ملابس شبه عارية، وإن زوجها أجبرها على أن تنزل من بيتها وتذهب للغناء بعد ولادة ابنها ياسين، وده كان بأيام قليلة مما عرضها للتعب والإجهاد. ورغم المحن التي واجهتها أكدت إنها لم تلجأ للمهدئات أو الحبوب لمساعدتها على النوم، مضيفة: بعد كل اللي شفته كويس إني لسه بعقلي وبفكر. وقالت: أمي كانت السند والحنان وفقدتها مبكرا، كان البلاوي أو كل البلاوي اللي حصلت لي في حياتي جت بعد موتها، كانت بتعوضني عن غياب أبويا رغم إنه كان موجود في تلك الفترة، وفقدت أمي وأنا عندي 16 سنة. وتطرقت بوسي للحديث عن حياتها المهنية، حيث أعربت بوسي عن ثقتها بموهبتها وقالت: أنا مش أقل شأن من شيرين عبد الوهاب وأنغام، عندي نفس الموهبة والقدرة، لكن الظروف كانت أصعب. وأوضحت في تصريحاتها إنه لو كانت حياتها بتسير بشكل طبيعي كانت حققت المزيد من الإنجازات. وقالت: شيرين عبد الوهاب العشق من زمان وبحبها جدا وصوتها ما فيش زيه، هي في حتة تانية لأنها كتلة من الإحساس، ونفسي أتواصل معاها وأقول لها فوقي لنفسك، أنت أكبر من كده. مشكلتها ان اختياراتها غلط وقلبها اللي بيسوقها. انا ما اقولش عن شيرين وانغام، وانا ما قلش عن شيرين وانغام، ولولا مشاكلي كنت بقيت بعدهم، انا موهبتي زيهم بالظبط ومفيش حاجه اسمها صوت مصر. وبيذكر ان بوسي طرحت مؤخرا اغنيه جديده بعنوان زيه تاني، التي لاقت نجاح كبير بين جمهورها. الاغنيه من كلمات حسام حسن والحان مدين وتوزيع يحيى يوسف. وبكده تيجي نهاية الفيديو اللي معانا، أتمنى ينال إعجابكم. استنوني في فيديو جديد إن كان في العمر بقية، وآخر كلامي سلام عليكم.